اهلا بكم مره تانية في الفيديو بتاعنا الجديد. النهارده هنتكلم عن سماعه جي روم تي 03 اس بلس. ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف اهم المميزات اللي نزلتها شركه جي روم في الاصدار الجديد بتاعها النهارده. زي ما انتم عارفين شركه جي روم كان لها اصدارات كانت بتنزل قبل كده، لكن خلال سنه 2023 نزلت لنا اصدار جديد ببعض التحسينات. ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف ايه المميز في الاصدار ده عن الاصدارات اللي كانت موجوده قبل كده، وهنشوف اهم المميزات بتاعته. بجانب زي ما احنا متعودين هنعمل لكم تيست المايك بتاع السماعه دي علشان تقدر تحكم بنفسك وتوصل لك بدرجه كبيره هل المايك ده هيكون مناسب ليك ولا لا. اهلا بيكم مره تانية. زي ما انتم شايفين كده ده شكل المحتويات بتاعت علبه جي روم جي ار تي 03 اس بلس. هنا اللي بيميزها زي ما احنا قلنا في بدايه الفيديو ان في بعض التحسينات الخاصه بالبلوتوث 5.1. الاول كان 5 بس. طيب لو جينا اتكلمنا على اهم المحتويات فيظهر معانا هنا كابل الشحن من نوع اللايتنج، القطعه الخاصه بالتنظيف، السماعه والكفر زي ما احنا متعودين. هنشيل ده كله كده ونروح للسماعه. زي ما انتم شايفين كده شكل علبه السماعه مفيش اي اختلاف، نفس التصميم ونفس كل حاجه. المهم كده هيظهر معانا اللمبه الخاصه بالاشعارات وكلمه جي روم بارزه. من الاسفل كده هيظهر معانا منفذ الشحن من نوع اللايتنج. من الخلف كده هيظهر معانا هنا زرار خاص بالبيرنج علشان لو حبيت تربطها مع الاجهزه من خلال الزرار ده. عايز اقول لك ان السماعه ديت متوفر فيها برضو الشحن عن طريق الوايرلس، لكن هتستغرق معاك 3 ساعات علشان تقدر تشحن البوكس ده. لو حبيت تشحنها عن طريق اللايتنج هنا او الكابل بتاعها فهتستغرق معاك تقريبا ساعتين علشان تشحنها فل. في نفس الوقت برضو عايز اقول لك ان السماعات ديت بتيجي بالتصميم ده. لو جينا اتكلمنا على البطاريه كده في الاول، فانا عايز اقول لك ان البطاريه بتاعت السماعات ديت بتيجي بحجم 30 ملي امبير علشان تشحنها فل، فهتستغرق معاك تقريبا ساعه ونص. عايز اقول لك ان البوكس ده ممكن يشحن لك السماعات ديت لحد 4 مرات، وبكده انت تقدر تستفاد من استخدام السماعات ديت لاكتر من مره خلال اليوم. السماعات ديت هتقدر تشتغل معاك تقريبا 6 ساعات شغل متواصل سواء ميديا او مكالمات، هتقعد معاك تقريبا من 5 الى 6 ساعات، وتقدر تشحنها اكتر من مره من خلال البوكس ده. لو جينا بصينا كده على تصميم السماعه فهو ما فيهوش اي اختلاف، تصميم ان اير لكن ما فيهوش قطعة السيليكون اللي في ناس بتفضلها وفي ناس ما بتحبهاش، لكن ده متوفر وده متوفر عند جي روم. السماعات دي متوفر فيها هنا مكان التاتش علشان تقدر تتحكم في الميديا اللي انت مشغلها، سواء تقدم او توقف او تاخر او تجيب التراك اللي قبله او اللي بعده، لكن ما تقدرش تتحكم في مستوى الصوت من خلال التاتش ده. هنا برضو متوفر فيها السنسور الخاص بتاع الارتداء، يعني انت لما بتلبس السماعه ديت في ودنك هتلاقي الميديا شغاله، مجرد ان انت تشيلها هتلاقي الميديا بتقف بشكل تلقائي. لو جينا اتكلمنا كده على تقييم السماعات ديت من حيث الميديا اللي احنا بنشغلها، عايز اقول لك ان صوت السماعات ديت صوتها عالي جدا جدا، انت مش تقدر تستحملها لما بتشغلها بنسبة 100% المستوى الصوت بتاعها، لان الصوت بتاعها عالي. لو جينا قيمنا كده درجة البيز او الوضوح او النقاء بتاعها فانا اقدر اديها 80%، لان حتة برضو ان مش فيها هنا قطعة سيليكون فهي مش بتدي لك عزل قوي، والصوت بتحس ان هو يعني كل ما بتعليه كل ما جودة الصوت بتاعها بتقل شوية. علشان كده بصراحة انا معجبنيش الموديل ده قوي، لكن هو هيأدي الغرض للناس اللي بتحب الشكل ده ومش بتفضل الشكل التاني اللي هو بيكون سيليكون زي كده. قطعة السيليكون ديت فانا عايز اقول لك ان هي بتدي لك عزل قوي جدا وبتخليك بتستمتع بالموسيقى اللي انت مشغلها، لكن يعني في ناس ما بتحبش الشكل ده بيضايقها شوية، وفي ناس بتحب الشكل ده مفهوش السيليكون، لكن هي هتأدي الغرض معاك الصوت العالي في الميديا بدون اي مشاكل. بخصوص المايك ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي وهنجربه، هنروح نعمل تيست للمايك ده في مكان مفتوح وفي مكان مغلق علشان تقدر تحكم على المايك بتاع السماعة دي. اهلا بيكم يا جماعه. احنا دلوقتي بنعمل تيست للمايك الخاص بسماعه جي روم تي 03 اس بلس. احنا في مكان مغلق، مفيش اي دوشه حوالينا ولا اي هواء. مش عارف هل نبره الصوت او الصوت واضح ليكم ولا لا. هحاول اسكت دلوقتي كده ونشوف مع الهدوء ده كده الصوت بيكون عامل ازاي.
هنروح دلوقتي يا جماعة في مكان مفتوح، فيه هوا، فيه عربيات حوالينا، فيه الكلام ده كله، دوشة بشكل عام. هنشوف هل الصوت هيكون واضح ولا لأ. نحاول نشغل راديو. احنا دلوقتي يعتبر في مكان مفتوح، فيه هوا، فيه عربيات، فيه دوشة برضه، وفيه راديو شغال. فمش عارف هل الصوت بيتسجل الصوت واضح ولا لأ، والمايك بتاع السماعة ديت عامل ازاي. وبكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو انت محتار بين السماعة ديت وبين السماعة البرو، فانا قبل كده كنت عملت مراجعة كاملة للبرو، تقدر تشوفه من اللينك اللي هنسيبه لك فوق، ومن خلاله انت تقدر تحكم هل الموديل ده هو اللي يمشي معاك او الموديل التاني. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، تنسوش تشتركوا في قناتنا على اليوتيوب وتابعونا على الفيسبوك والانستجرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.